فيلمنا النهارده بيحكي عن عبد اسطوري بيعذبوه كتير وبيقدروا كمان يبعدوه عن عيلته، فيا ترى هيقدر يتحرر من العبوديه ويحرر عيلته ولا لا؟ هو ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. اهلا بيكم. فيلمنا بيبدا يوم 1 يناير سنه 1863 لما اعلن الرئيس الامريكي لينكولن عن تحرير المستعبدين في الولايات المتمرده، وفي ولايه من الولايات دي كان في اختيارين قدام 350 الف مستعبد، وهو يا اما يستنوا جيش الاتحاد علشان يحررهم يا اما يحاولوا يحرروا نفسهم بنفسهم. وبيكون الفيلم مبني على قصه حقيقيه، وقت ما اصحاب المزارع بيكونوا عندهم عبيد بيشغلوهم في الاراضي الزراعيه وجمع القطن، وبيكون في واحد اسمه بيتر متدين جدا وقاعد مع اسرته وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان الرب دايما بيحميهم ولازم ما يخافوش من اي حد. وبعد كده بيدخل عليه اتنين علشان ياخدوه من وسط اولاده وبيرموه في قفص حديدي علشان باعوه في سوق العبيد، وبيعاملوه كمان معامله وحشه جدا. وبيكون بيتر محتاج وقت علشان يودع اولاده، وبيحاولوا الاتنين يشدوه بالعافيه من وسط اولاده ومراته، ولكن بيتر بيقول لهم انه هيمشي معاهم من غير حاجه اصلا، وبيتخانقوا كمان كلهم مع بعض. ومن قوته الرجاله ما بيبقوش عارفين يسيطروا عليه ازاي، لحد ما واحد فيهم بيهدده بقتل مراته، فبيهدى على طول وبيلبس السلسله وبيدخل للقفص مع باقي المساجين. وبتتحرك العربيه وبيفضل ابنه يجري وراه، وبيوعدوا بيتر انه هيرجع ليهم من تاني وهيتجمعوا كلهم سوا. وبيفضل بيتر بيفكر في عيلته، والعربيه بتبعد مسافه كبيره عن البيت لحد ما بيوصل لمكان كل اللي عايشين فيه مجرد عبيد. وبيراقب بيتر اللي بيعملوه، وبيبقى فيه منهم اللي بيحفر واللي بيطبخ، وفيه هناك كل انواع الشغل المتعب، لحد ما بتقف العربيه وبيطلب منهم ان هم ينزلوا من القفص، وبيفضلوا باصين في الارض ومنزلين راسهم، وبيكونوا ماشيين في الطينه ومفيش اي جزم في رجليهم تحميهم من الجرح او من البرد. وبنشوف مجموعه من الصيادين جاهزين بالبندقيه علشان يضربوا اي عبد يفكر يهرب من المكان، واللي ما بيقدرش يكمل شغله بيضربوا عليه نار وبيتخلصوا من جثته. وبيبقى مطلوب من العبيد ان هم يشتغلوا في تجهيز السكه الحديد الجديده ومفيش ليهم اي مجال للراحه. اما بيتر فبيشتغل في نقل خشب الاشجار اللي قطعوه لمكان السكه الحديد علشان يتحط تحت قضبان القطر ويهيئ طريقه. ومن طول الخشب بيقع واحد كان بيساعد بيتر، فبيجي له الحارس وبيضربه بالكرباج على ظهره علشان يقوم ويكمل شغله، فبيقوموا بيتر علشان يساعده قبل ما الحارس يجي علشان يقتله، زي ما بيحصل مع اي شخص ما بيكملش شغله. فبيفتكروا الحارس انه بيتحداه لانه بيساعد عبد من غير ما يستأذنه، وساعتها بيطلع مسدسه علشان يهدد بيتر. وساعتها بيرجع مجموعه من الصيادين علشان كانوا بيطاردوا الهارب، وبيكونوا كمان رابطينه من رجله وبيجروه بالاحصنه بتاعتهم وبيحرقوه في وشه كعقاب ليه علشان ما يفكرش يعمل كده تاني. وبيعرف بيتر ان الحارس اللي مسك الهارب اسمه فاسل، وبيشتغل صياد هاربين واحسن حد في مطاردتهم. وبعد ما كلهم بيخلصوا شغل بيترموا في مكان معمول من الخشب وبيتثبتوا بسلاسل علشان ما يعرفوش يهربوا. وبيبقى جنب بيتر عبد على وشك انه ينهار، فبيحاول بيتر انه يقويه وبيقول له انه يعتبر كل اللي هم فيه ده عباره عن شغل زي اي شغل، وبيقول له كمان ان الرب معاه وهيقويه. وتاني يوم بيكمل بيتر وزمايله شغل في المكان، وبيحاول بيتر انه يقوي زمايله. وبيسمع بيتر ان الرئيس لينكولن بدأ يحرر العبيد، وكل العبيد كمان بيهربوا على مدينه معينه علشان ياخدوا حريتهم فيها. وبعدها بيقوم الحارس وبيزعق لعبد قدامه، فبيفضل بيتر باصص للحارس ده، والحركه دي بتعصبه جدا جدا، وبيجي له كمان علشان يضربه هو بدل العبد ده. وبيصمم بيتر انه يفضل واقف قدامه كانه بيستفزه علشان يتحداه، ولكن وقتها فاصل بيصفر وبيخلي الحارس يتراجع عن قراره. وبيروح فاصل في اخر اليوم لبيتر وهو قاعد بيستريح، وبيقول له ان هو اللي بيتحكم فيه وسامح ليه يتمشى على الارض ويتنفس كمان، لانه بامر واحد منه قادر انه ينهي حياته ويبقى كلبه دلوقتي. فبيرد عليه بيتر وبيقول له انه عايز حته لحمه زي اللي بياكلها لكلبه، وكده بيستفز فاسل هو كمان. وتاني يوم بيجبروا بيتر انه يفضل قاعد في الارض ومربوط من رقبته، وقدامه كمان كلبه بيفضل ينبح عليه. وبعد كده بيفرج فاسل عن بيتر وقت الاكل، وبيعرف باقي زمايله ان لينكولن بدأ في تحرير العبيد، وانهم كمان لازم يروحوا لمدينه معينه علشان ياخدوا فيها حريتهم. وبيعرفهم ان المدينه دي على بعد 5 ايام من عبور المستنقع، ولكن جوردن زميل بيتر بيعترض وبيقول له ان في طرق كتيره للموت في المستنقع. فبيرد عليه بيتر ان برضه في طرق كتيره للموت وهم عبيد، وبيبدا يفكر بيتر في طريقه علشان يهرب بيها من مكانه. واثناء شغله بيلاقي ان في عبد مات من كتر التعب، وبيأمر الحارس بيتر ان ينقله بعيد عن الطريق، وبيشيله بيتر علشان يرميه في حفره الميتين اللي جنبه اللي بتبقى مليانه عبيد ماتوا وهم بيشتغلوا. وبيطلب منه كمان انه يرمي جير على الجثث علشان ريحتهم ما تطلعش اكتر. وبيبقى الحارس عايز يقتل بيتر هو كمان، وبينتهز بيتر الفرصه وبيقتل الحارس اللي جنبه، وبيقطع كمان ايد التاني علشان يهرب من المكان ده، كمان بياخد منه السكينه. وساعتها
وساعتها بيبلغ عنه الحارس التاني كهارب، وكل اللي في المكان بيجروا في كل الاتجاهات علشان يحاولوا يهربوا، وبيضرب الحراس نار على اي حد بيجري قدامهم، وبيحاول فاسل انه يصطاد بيتر ولكن الطلقه بتيجي جنبه بالظبط ومش بتصيبه، وساعتها بيستعد فاسل وحراسه للصيد. اما بيتر بقى فبيهرب هو وزمايله، وبيتر هو اللي بيعرفهم الطريق وبيفضلوا يجروا في الغابه، وبينزلوا كمان كلهم للمستنقع ما عدا واحد فيهم بس علشان ده بيخاف ينزل الميه، وساعتها الكلاب بتهجم عليه قدام بيتر وهو مش قادر يساعده. واول ما فاسل بيوصل له بيبعد الكلاب عنه وبيسالوا عايزين يهربوا ويروحوا على فين، وبيوعدوا انه لو قال الحقيقه هيطلق سراحه، ولو ما قالوش الحقيقه هيرجعه للمخيم تاني علشان يكمل تعذيب فيه. فبيصدقوا العبد وبيقول له ان هم رايحين عند المدينه اللي فيها لينكن علشان يتحرروا وياخدوا حريتهم. فبيفهم فاسل باقي العبيد رايحين لانهي مدينه بالظبط، وبيسمح للعبد انه يحاول يعدي المستنقع، وساعتها بيطلع مسدسه وبيقتلوا بيه علشان التماسيح ياكلوه، وبيقول ان العبد لو عنده فكر فلازم يدفن تحت الارض، وده طبعا علشان الفكر يدفن معاه. وبعد ما بيتر بيبعد عن الصيادين بيختار كل واحد فيهم يروح في اتجاه علشان يشتتوا الصيادين، وبالطريقه دي فصعب ان هم يعرفوا اثار رجلهم، وبيروح جوردن من اتجاه وباقي زمايله من اتجاه تاني. اما بيتر فبيفضل واقف مكانه بسبب اصابته اللي في رجله، وبيحاول يكمل طريقه للهروب من فاسل لحد ما بيشوف بيت قدامه فبيتسحب من غير ما اهل البيت يشوفوه، وهناك بياخد ملايه وبصل وبيروح لناحيه مكان في ميه علشان يشرب منها. بس قبل ما يهرب من المكان البنت الصغيره بنت صاحب البيت بتاخد بالها منه، وساعتها بتفضل تصرخ انها شافت عبد هربان، وبتفضل تجري كمان ناحيه الجرس وبتضرب الجرس، وبيكون الجرس ده علامه ان في عبد هربان قريب من بيتهم. واول ما فاسل بيسمع الجرس بيجري على البيت، وبيعرف منهم ان بيتر جري ناحيه المستنقع، فبيقف بيتر علشان يلف الملايه اللي معاه على النزيف بتاعه، وبيمشي كمان وهو متخفي بين الزرع، وبعد ما بيجري شويه بيخلع الملايه وبيخبيها تحت جذع شجره علشان يجذب الكلب لمكانها، وبكده هيقدر هو يبعد اكتر. وبيبقى وصل للمستنقع اللي المفروض يعدي منه، وبينزل في الميه وبيحاول يخفي كل جسمه علشان فاسل ورجالته ما يشوفوهوش، وبيبقى بالفعل الكلب خلاص واصل للملايه بتاعته، وبيعرف فاسل ان بيتر عدى خلاص المستنقع، فبيضطروا يغيروا مكان بحثهم. وبعد كده بيطلع بيتر من الميه وبيكون شايفهم وهم بيبعدوا عن المكان، وقبل ما بيتر بيخرج من المستنقع بيلاقي تمساح هجم عليه وبينزله كمان تحت الميه علشان ياكله، فبيحاول بيتر انه يقاوم على قد ما يقدر لدرجه انه بيمسك جذع شجره كبير وبيمنع التمساح انه يقفل فكه على راسه. وبعد ما التمساح بيقسم الجذع بيطلع بيتر السكينه اللي اخدها من الحارس، وساعتها بيطعن التمساح في راسه علشان يخلص منه وبيفلت منه اخيرا. وساعتها مرات بيتر بتقوم من النوم مفزوعه وهي حاسه ان جوزها في خطر، فبيحاول اطفالها يهدوها وبيسالوها كمان ان كان والدهم لسه عايش، فبترد امهم انه بالفعل لسه عايش وهيرجع قريب ليهم، وده لانها شافته بيحل مشاكل كتيره كبيره، وقدر كمان انه يتخطاها بسبب ايمانه وقوه صبره، وانه كمان علمها الصبر والايمان، ولازم هما كمان يتعلموه ويعرفوا ان والدهم راجع. وفي نفس الوقت ده بيكون بيتر قاعد على جذع شجره بيحاول يعالج جروحه اللي اتصاب بيها من التمساح، وبعدها بيكمل في طريقه للمدينه، وبيفتكر لما ابنه جري ورا العربيه ووعده بيتر انه هيرجع له، وده اللي بيخليه عنده طاقه علشان يكمل طريقه علشان حريته. وبيستمر فاسل في التدوير على بيتر لحد ما كلبه بيخليه يرجع من تاني لنفس المستنقع اللي كان عنده، وبيكونوا عايزين يتاكدوا هل التمساح اكل بيتر قبل ما يموت ولا لا، فبيشقوا بطنه وبيتاكدوا ان بيتر هرب ولسه عايش، وبيخيموا في مكان في الغابه لحد ما النهار يطلع، وبيكون واحد معاهم كده ومستغرب ازاي عبد جاهل نجح في قتل التمساح وضربه في المكان الصح في راسه وقضى عليه. فبيقول له فاصل ان لو هو فاكر انه علشان عبد يبقى مش هيقدر يعمل كده يبقى هو اللي جاهل مش العبد، وبيحكي له قصه حصلت في طفولته لما كان عايش في بيت ابوه وامه، وبعد كده امه ماتت فوالده جاب ليه مربيه عبده علشان تاكله وتشربه، وبعد فتره المربيه طلبت من ابوه ان هم يقعدوا مع بعض على سفره واحده وتاكل معاهم، وساعتها سالها والد فاصل بعد ما هتاكل معاهم هتعمل ايه، ولان فاصل كان صغير فما كانش فاهم قصد والده بالسؤال، فشرح لوالده ان العبيد الاول بيطلبوا ياكلوا معاهم وبعد كده بياخدوا بيتهم وبعدها مزارعهم وكل املاكهم. ووقتها فاصل اعترف لابوه انه كان بيدي اكل للمربيه زياده عن اكله الخاص، فوقتها والده اخذ السكينه بتاعته وطعن المربيه ورماها في الحقل علشان تموت، وبالفعل ماتت بعد 3 ايام من العذاب والالم، واخر كلمه على لسانها كانت ليه. وبيفهم والد فاصل ابنه ان طباع العبيد كلهم واحد وهي الاصرار، ولازم يتكسروا علشان ما يفكروش في الحريه، وده لانهم اساسا عبيد مش اكتر، وده سبب قتل وتعذيب
التعذيب كل واحد بيفكر يهرب منهم، وبيناموا لحد تاني يوم وبيبقى بيتر مكمل في طريقه، وبيعدي كمان على مكان مليان بالحشرات وبيتلدغ، فبيدهن جسمه كله بالطين علشان يتفادى القرص بتاعهم واذاهم، وبيوصل لحد بيت فيه شجر كده، ولما بيطلعوا بيلاقي ان كان في حد مولع نار، فبيستفاد منها وبيحط السكينه اللي معاه فيها علشان يكوي جرحه اللي في رجله، وبيحط الفحم كمان في جرد الخشب وبيطلع على شجره في اخرها خليه نحل، وده طبعا علشان الدخان هيحميه من قرص النحل هناك، وهيخلي كمان الدخان يبعدوا عنه، وفي نفس الوقت ده هيقدر ياخد شمع النحل علشان يتعالج بيه ويتغذى عليه، وبعدها بياخد مركب صغير كان جنب بيت الشجر ده، وبسبب الدخان اللي كان طالع من الفحم فبيقدر فاسل يوصل لنفس البيت، وبيتاكد كمان ان بيتر لسه عايش بعد ما كان شاكك انه مات، وبيكمل بيتر في طريقه وسط المستنقع لحد ما بينزل من على المركب، وهناك بيقابل زميله في طريقه بالصدفه وبيلاقيه بيستخبى فوق شجره، فبيستخبى بيتر هو كمان تحت جذع الشجره، وبيفرك جسمه كمان بالبصل اللي معاه علشان الكلاب ما تلقطش ريحته هو كمان، وبتقدر الكلاب انها تحدد مكان زميل بيتر اللي على الشجره، وبيطلب منه فاسل ينزل من على الشجره دلوقتي، ولكن هو بيرفض وبيقول لهم انه مش عبد وانه رجل حر، ولكن فاسل مش بيديله فرصه المقاومه، وساعتها بيضربه بالسلاح وبيقتله على طول، وبيقطع كمان راسه بنفسه، وبيبقى بيتر شايف كل اللي بيحصل ده ومش قادر يساعد زميله، وبيستنى فاسل ورجالته يمشوا من المكان، وبعد كده بيكمل في طريقه، وبيلاقي بيتر بيت كبير متولع فيه، وكل اللي فيه كمان بيلاقيهم ميتين، فبيجري على الاكل علشان ياكل اي حاجه، وبيسمع صوت من الاوضه اللي جنبه وبيلاقي بنت صغيره لسه عايشه، فبيطلعها بره البيت علشان يعرف يجيب لها ميه من البير، بس قبل ما يقوم بيلاقي واحد من رجاله فاسل بيهدد بقتله لو اتحرك من مكانه، فبيطلب منه بيتر يجيب ميه للبنت علشان تعبانه، ولكن الراجل ما بيهتمش للكلام ده، وبيشوفها بيتر وهي بتموت، وبعدها بياخد الصليب اللي كان في رقبتها وبيخلي حرف مدبب معاه، وساعتها بيصيب الحارس في عينه وبعدها في زوره وبيقتله، وبياخد بيتر سلاح وبيقتل الحارس التاني اللي كان بيقرب علشان يقبض عليه ويهرب من المكان قبل ما فاسل وكلابه يوصلوا له، وبيدخل كمان جوه حقل كبير علشان يختفي فيه، وبيفضل مستني الكلب يقرب له وبيقتله بعدها بالمسدس اللي معاه، وبيوصل بيتر للشط وبيلاقي جنود كتيره ميتين هناك بسبب الحرب، وبيتاكد انه فعلا قرب من المدينه اللي فيها لينكولن، وبيجري ناحيتها كمان، ولكن فاسل بيوصل له وبيفضل يضرب فيه، وبعدها بيديله لحمه الكلب بتاعه وبيطلب منه فاسل يتوسل ليه علشان يرحمه، ولكن بيتر بيرفض وبيطلع فاسل المسدس بتاعه علشان يقتله، ولكن بيتر بيضرب طلقه من سلاحه في رقبه فاسل وبيقتله فورا، وبيظهر قدام بيتر جنود لينكولن وبيدوله ميه علشان يشرب، وهناك بيقابل النقيب اندري، وبيبقى الجيش اغلبيته متكون من عبيد قرروا الالتحاق بالجيش بعد ما نالوا حريتهم، وبيطلب منهم بيتر ياخدوا له اسرته لو امكن، فبيشيلوه من على الارض بكل احترام وبينقلوه للمخيم بتاع الجيش علشان يعالجوه، وبعد ما بيتعالج بيروح علشان يسجل اسمه وبياناته، وبيكون عايز ينقذ عيلته من الاستعباد باي طريقه، فبيقابل رائد في الجيش وبيقول له ان دلوقتي في معسكر الجيش وقدامه خيارين اتنين بس، يا اما انه يشتغل في مزارع الجيش يا اما ينضم للجيش علشان يفوز لينكولن بالحرب، فبيختار بيتر انه ينضم للجيش علشان يحرر عيلته ويقابل زميله جوردن، وبعدها بيروح بيتر وبيستلم الزي الرسمي للجيش، بس بيلاقي اتنين بيستأذنوا ان هم عايزين يتكلموا معاه في موضوع خاص، وبيكونوا صحفيين جايين علشان ينقلوا شكل العبودية للعالم كله، واختاروا بيتر كمان علشان ده اكتر واحد عنده جروح في ظهره، وبعد ما بيستلم الزي بتاعه بيعرف ان الجنود بيستعدوا علشان يهجموا على المكان اللي كان شغال فيه بسبب استخدام السكك الحديدية لنقل المدافع والاسلحة الكبيرة، ومن مصلحة لينكولن السيطرة على المنطقة دي قبل ما الاسلحة كلها توصل، وبيأكد لهم بيتر ان كان في مدافع كتيرة جدا في المكان ده، ومفيش هناك غير مدخل واحد ومخرج واحد بس في المنطقة، واكيد يعني محمي كويس، وساعتها بيكون جنرال الجيش بيفكر في الشخص اللي هيقود الهجوم اللي هيحصل ده، وبيسأل بيتر ازاي قدر ينجو كل الايام دي في المستنقع، فبيرد عليه بيتر انه عارف المكان كويس، ولكن الجنرال بيبقى معاه صورة بيتر اللي اتصورت ليه، وبيقول له ان العبيد نوعين، نوع مقاتل ونوع هارب، وواضح جدا من صورته انه كان بيهرب كتير، ودي طبعا مش من صفات الجندي اللي ممكن حد يعتمد عليها، وبيطلب منه كمان الانصراف، ولكن بيتر بيرفض وبيقول له انه كان بيواجه وبيقاتل، علشان كده كان بيتعذب كتير وبيتربط بالحبال علشان يبعدوه عن عيلته، يا اما كانوا بيرموه في البير من غير اكل ولا شرب وبيضربوه تاني علشان يكسروه، بس ده كله ما كانش بيحصل لانه كان دايما بيقاتل وبيواجه رغم التعذيب او الحرق اللي كان بيحصل له، فبيقول للجنرال ان هم هيمتحنوا عزيمته واصراره، وبعدها بيوافق على انضمام بيتر للكتيبه اللي هتهاجم بكره الفجر، وبيخاطب اندري رجالته وبيقول ان جيش الاتحاد
الاتحاد بيحارب علشان السلطة والنفوذ، اما هم بقى فبيحاربوا علشان حريتهم وحرية عيلتهم، وبيقول لهم ان هم دول الحرس الوطني اللي هيحققوا الفوز في النهاية. وبيوصلوا كمان بعد كده لأرض المعركة، وهنا بتبدأ الحرب. وبسبب عدد جيش الاتحاد بيكون الضرب على بيتر والكتيبة كتير جدا جدا، لدرجة ان في عدد كبير جدا منهم بيموت، وفي قنبلة كمان بتترمي على بيتر وبتبعده عن الكتيبة، ولكن هو بيرفض الاستسلام وبيقرر يصيب الجنود اللي واقفين على المدافع، وبسبب كده بيتعرف مكانه وبينضرب عليه نار، وبيستخبى بيتر ورا جثة من جثث زمايله اللي ميتين. ولانه عارف ان المدافع هي نقطة القوة في الحرب، فبيقدر انه يقود الجيش بتاعه للنصر وتدمير المدافع واسقاط علم جيش الاتحاد. وبينجح الحرس الوطني في التوسع بفضل بيتر لحد ما بيوصلوا للمزرعة اللي فيها عيلة بيتر، وبيقبضوا كمان على صاحب المزرعة وبيعدموه بتهمة المتاجرة في العبيد. وبيدخل بيتر المزرعة وبيفضل يدور على عيلته بعيونه من غير ما يتحرك من المكان او يكسر وقفة الجيش الخاصة بكتيبته. وبعد كده بينادي قائد الجيش كل العبيد اللي موجودين في المزرعة، وبيبلغهم ان هم خلاص بقوا احرار اخيرا. وساعتها كلهم بيقعوا على الارض من كتر الفرحة، وبيكونوا مش مصدقين نفسهم، وبينتشر الجنود في المزرعة لمساعدة المتحررين من العبودية. اما بيتر فبيفضل يدور على اولاده ومراته لحد ما اولاده بيشوفوه قدامه، ومش بيكونوا كمان مصدقين ان اخيرا والدهم رجع لهم بعد المدة دي كلها. وبيقول لهم بيتر انه حلم باليوم ده واخيرا الحلم اتحقق. وبيتم نشر صورة بيتر الاسطورية في العالم كله، وبتبقى بمثابة صرخة ضد العبودية. وفي يوم 1 يناير سنة 1863 بيصدر الرئيس ابراهام لينكولن اعلان لتحرير العبيد، وبينص على تحرير العبيد، واكتر من 200 راجل و6 هربوا ناحية الحرية. وبعدها بسنتين تم الاعتراف في امريكا بحوالي 400 الف عبد كمواطنين احرار. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب، وتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.